بص يا استاذ احمد، انا بقالي 5 سنين شغال في الشغلانه دي، بتنقل من مكان لمكان وشفت في شغلانتي دي حاجات كتير، لكن اول مره اقابل حاجه زي كده. وسمعت عن ان الفنانه ذكرى اتقتلت زي ما كل الناس سمعت وقتها، بس عمري ما كنت اتخيل ان امسك حراسه في العماره اللي اتقتلت فيها. يا استاذ احمد، انا كنت كل يوم قبل الفجر الاقي الاسانسير بيطلع لوحده من غير ما حد يطلبه، ويقف في الدور التاني اللي فيه شقتها ويفضل واقف، ومعرفش صوت التخبيط بيجي منين وصراخ منين وحاجات بتتحرك وشبابيك بتترزع. انا مقدرتش اكمل هناك اكتر من اسبوع، وبعدها اعصابي باظت وسبت الشغل خالص. اللي سمعتوه ده كان جزء من كلام حارس عقار اتفاجئ ان الشركة اللي مشغلاه نقلته لعمارة سراي السلطان اللي اتقتلت فيها الفنانة ذكرى سنة 2003، والحادثة دي قلبت الدنيا وقتها. الحارس ده في البداية ما كانش يعرف ان دي العمارة اللي اتقتلت فيها الفنانة ذكرى، لكن اللي حصل معاه هناك قبل ما يكمل ال 24 ساعة الاولى كان لازم يخليه يسأل هما مين المزعجين اللي في الدور التاني. وفعلا مسك سجلات الامن بتاعة العمارة وبدأ يدور، وهنا خد اول صدمة. الدور الاول غير مسكون حاليا، والدور التاني غير مسكون حاليا، وكمان الدور الثالث غير مسكون حاليا. ساعتها بدأ يتوتر، ازاي مفيش حد ساكن في الثلاث ادوار اللي فوقيه، وفي نفس الوقت الاسانسير لسه طالع للدور الثاني من شويه ولسه واقف في الدور الثاني لحد دلوقتي. ده غير كميه الاصوات اللي سامعها جايه من الدور الثاني ما بين رزع شبابيك واصوات تخبيط واصوات رجلين بتجري رايحه جايه. واللي زاد على كده كمان وخلاه خلاص ما بقاش قادر يستحمل ان اصوات الخبط والرزع اتنقلت للاسانسير اللي كان لسه واقف في الدور التاني وما اتحركش من مكانه. ساعتها حس بتنميل في راسه وبدأ الخوف يسيطر عليه، لكن لما بص في الساعة ولقيها 3:30 الفجر وهو ورديته هتخلص الساعة 4، يعني باقي نص ساعة بس وهيصحي زميله اللي هيستلم مكانه، راح مشغل التلفزيون على أي حاجة تعزله عن الأصوات المرعبة دي لحد ما تعدي النص ساعة الباقية. وفعلا عدت بسرعة وراح يصحي زميله اللي هيستلم مكانه، واستنى لما فاق شوية وبدأ يحكي له اللي حصل معاه باختصار. وبعدها سأله هو مين اللي ساكن في الدور التاني. ساعتها زميله بصله بغضب وحط ايده على كتفه وقال له لو عايز تكمل في الشغلانه دي ما تسالش كتير وما تقربش من الدور ده خالص. وقتها هو ما حبش يدخل معاه في صدام من اول يوم شغل، وقرر يعدي الموضوع، وبما انه مستمر في المكان فكده كده هيعرف، وسلم الورديه لزميله وروح عشان ينام. وفي اليوم التاني وصل العماره في ميعاده وقرر ينسى كل اللي حصل امبارح، واستلم الورديه بتاعته الساعه 12 بالليل وبتستمر 4 ساعات لحد الساعة 4 الفجر. ولع سيجارته وعمل الشاي بتاعه، وأول ما قعد على المكتب وفتح السجلات بتاعته عشان يفهم مين دخل ومين خرج من العمارة، اتفاجئ بباب الأسانسير اترزع رزعة جامدة خلته اتنفض من مكانه. وقتها قام من مكانه واتحرك ناحية الأسانسير بحذر، واتفاجئ إن الأسانسير طلع الدور التاني ووقف فيه، وبدأ يسمع صوت الزعيق اللي سمعه امبارح من تاني. الصوت كان بيتردد بطريقة مزعجة ومخيفة جدا، كأن كان في 100 واحد بيتخانقوا فوق. وفجأة سمع صوت صراخ رهيب وصوت طلقات رصاص. وقتها فقد السيطرة على أعصابه تماما وجري زي المجنون ناحية أوضة زمايله اللي نايمين، وصحهم بسرعة وهو مفزوع وبيصرخ فيهم إن في حد بيتقتل فوق. الغريب إن ساعتها في واحد منهم مسكه من رقبته وقال له هو أنا مش قلتلك لو عايز تكمل في الشغلانة دي ما تسألش كتير وتعمل نفسك لا سامع ولا شايف؟ ساعتها خاف من رد فعلهم أكتر من خوفه من اللي بيحصل فوق، وطلع من الأوضة اللي نايمين فيها بسرعة وجري ناحية المكتب. كان عقله مشلول ومش عارف يفكر ولا عارف المفروض يعمل ايه، وما بقاش فاهم حاجة. ومن كتر توتره في الليلة دي حرق علبة سجاير كاملة لحد ما جت الساعة 4 وجه ميعاد تسليم ورديته، ولقي الاتنين اللي معاه اللي كانوا نايمين جوه جايين يستلموا منه وبيعتذروا له عن رد فعلهم اللي حصل لانه صحهم بشكل عنيف. وواحد منهم قال له حاول تتجاهل اللي بيحصل يا محمد عشان تكمل هنا، وبلاش تحكي اللي بتسمعه ده لأي حد من السكان عشان مش هيحبوا وجودك هنا لو حكيت لهم حاجة. ساعتها كان حاسس انه هيتجنن خلاص، وكان صعب انه يسيب الشغلانة دي وقتها، خاصة انه فيها بقاله اكتر من 5 سنين من غير على الاقل ما يلاقي شغلانة تانية. ومن غير نقاش معاهم روح نام شوية ورجع لهم تاني يوم. وده كده يبقى اليوم التالت ليه في العمارة دي. وجات الساعة 12 واستلم الوردية بتاعته وقعد على المكتب مستني يحصل اللي بيحصل كل ليلة. وبالصدفة بيبص في ضرفة المكتب لقي دفاتر كتير جدا، فضل يدور فيهم لحد ما لقي دفاتر سكان قديمة، وقعد يقلب فيهم لحد ما لقي اللي صدمه. الدور التاني
الفنانة ذكرى زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي ساعتها عقله اتصاب بشلل مؤقت، وبشكل لا إرادي سأل نفسه بصوت عالي: ذكرى مين؟ ذكرى اللي اتقتلت في شقتها من 3 سنين وقرأت عنها في الجرايد. ذكرى اللي اتقتلت ب21 رصاصة واتقتل معاها زوجها و2 تانيين. وفي اللحظة دي سمع صوت باب الأسانسير بيتقفل وقلبه اتنفض معاه. قرب من الأسانسير بحذر شديد وبدأ يسمع صوت خربشة وبعدها صوت قطط مرعب جدا جاي من فوق. فضل يشهق وقتها وقلبه يتنفض بهستيريا وكان حاسس برعب شديد. وبعدها على طول سمع صوت الزعيق اشتغل من تاني، بس الفضول غلبه وداس على زرار الأسانسير، وفعلا الأسانسير نزل له من الدور التاني. دخل الأسانسير وداس على رقم 2 وما حسش بالكارثة اللي عملها غير لما باب الأسانسير اتقفل عليه وبدأ يطلع للدور التاني. وبعد ثواني قليلة اتفتح الباب، لقي نفسه فجأة في دور ضلمة وريحة الموت كانت قوية جدا، وقدامه شقة مكتوب على الباب بتاعها رقم 112. وفجأة سمع صوت رزع جامد على الباب من جوه خلى قلبه اتخلع من مكانه، وفي نفس الوقت حس بحاجة بتمسك في رجله من تحت، وصوت قطة غضبانة اخترقت طبلة ودنه. وفي اللحظة دي فقد السيطرة على نفسه تماما وطلع يجري على السلم بشكل هستيري لحد ما وصل الدور الأرضي عند المكتب بتاع الحراسة وهو بيشهق ومش قادر ينطق بولا كلمة. قعد على كرسي المكتب ساعة كاملة لحد ما قدر يهدي أعصابه شوية والرعشة تسيبه، وفضل يدور في الدفاتر من تاني لحد ما وصل لرقم محمد السويدي أخو زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، وقرر إنه لازم يتصل بأخو القتيل ويبلغه باللي بيحصل في الشقة. وده طبعا بعد ما قرر يسيب الشغلانة دي واللي يحصل يحصل. وفعلا تاني يوم اتصل بيه ورد عليه، عرفه بنفسه وحكاله اللي حصل ونصحه ان الشقة دي لازم تتفتح ويشتغل فيها قرآن لانها بقت مسكونة. ساعتها محمد السويدي طلب منه ان يجي معاه اسم الشرطة ويشهد ان في حركة في الشقة عشان يطلع اذن من النيابة بفتح الشقة من تاني، لانها ممكن تكون بتتعرض لمحاولة سرقة ولازم تتفتح باذن من النيابة لانها متشمعة بالشمع الاحمر. في البداية الحارس رفض الطلب ده، بس الراجل اترجاني وقدم له الخدمة دي وهيديله اي فلوس محتاجها، وكمان ده لانها مش اول شكوى من النوع ده توصله من الشقة دي، وان افراد امن كتير سابوا الشغل في العمارة دي بسبب كده. والموضوع وصل ان سكان كتير بقوا بيسيبوا العمارة، وده هيخلي الصحافة تشم خبر، وهو مش عايز جدل على موت اخوه. ساعتها الحارس حس ان الموضوع انساني وانه مطلوب في شهادة حق، وقرر انه يروح معاه وبدون اي مقابل. وفعلا شهد ان في حركة في الشقة وشكين ان في حرامي بيدخلها، وطلع اذن من النيابة بتفتيش الشقة. وفعلا جت المباحث لفتح الشقة وكان معاهم الاستاذ محمد السويدي شقيق زوج الفنانة ذكرى، وكمان حارس العقار بصفته الشاهد، وباقي حراس العقار طلعوا مع القوة اللي طلعت تفتح الشقة، وقرروا يخرجوا عن صمتهم لما لقيوا ان الموضوع كبر والمباحث دخلت فيه، وقالوا لهم على كل اللي كانوا بيسمعوه بودانهم كل ليلة. واحد من الحراس دول اكد انه بيسمع اصوات صراخ قطط مفزعة جدا كل يوم في نص الليل، واصوات تانية غريبة واستغاثات مش مفهومة بتبقى طالعة من جوه الشقة، وكمان في شباك اتفتح لوحده في الشقة واوقات كتير بيتحدف منه طوب. وحارس تاني اكد ان الاسانسير بيشتغل لوحده كل يوم الساعة 5 الفجر في نفس وقت وقوع الجريمة من غير ما حد يطلبه، وبيقف دايما في الدور التاني قدام شقة ذكرى، وده كان مسبب له دايما حالة من القلق والخوف. وقال كمان ان اغلب سكان العمارة اجانب مش مقيمين اقامة دايمة، فبيتغيروا باستمرار وبيكونوا هاديين جدا. وبرضه رغم الهدوء ده في كتير من سكان العقار اشتكوا من اصوات مزعجة بتطلع من الشقة الموجودة في الدور التاني، وده بالرغم من ان الدور التاني كله فاضي اصلا. ولما عرفوا ان الشقق اللي بيشتكوا من الضوضاء اللي فيها دي عبارة عن شقق فاضية ومحدش سكنها من ساعة حادثة القتل، قفلوا شققهم وسابوها مقفولة او اجروها مفروشة الاجانب وراحوا سكنوا في اماكن تانية. وبكده انتهت اقوال الحارس التاني. المهم بقى ان لما المباحث وصلت وفتحت الشقة لقيوا ان الشقة ما اتفتحتش من وقت الحادثة، لدرجة ان الارض والحيطان والاساس كانوا متلطخين بالدم زي ما هما من وقت وقوع الجريمة، وكأن الجريمة لسه حاصلة امبارح، وريحة الدم والموت مالية المكان. وبدأ رجال المباحث يفحصوا الشقة وخصوصا أوضة نوم ذكرى اللي شباكها اتفتح فجأة وبدون أي سبب واضح. ولما عملوا معاينة للشباك المعاينة أثبتت إن الشباك اتفتح من جوه مش من بره ومفيش عليه أي آثار عنف. وبدأوا يعملوا حصر لكل محتويات الشقة ولقيوا إن كل حاجة سليمة تماما، وده خلاهم يستبعدوا شبهة
ان حصل اي محاولات سرقة للشقة، واتأكدوا كمان ان مش ممكن لاي حد من بره ولا حتى العواصف الترابية انها تفتح الشباك الا لو كان اللي بيفتح ده من جوه الأوضة. والموضوع ده كان محير جدا للكل وفضل لغز لحد النهاردة. وعلى حسب كلام ضابط المباحث الاوراق الرسمية ما ينفعش تتهم العفاريت، وبالتالي تم اغلاق المحضر بالتأكيد على ان الشقة لم تتعرض للسرقة. وللعلم رجل الاعمال زوج الفنانة ذكرى قبل ما تحصل الحادثة دي كان مقترض من البنك اموال كتير وعجز عن سدادها، وعشان كده البنك كان بدأ في اجراءات بيع جزء من ممتلكاته لسداد جزء من ديونه. والشقة دي من الممتلكات اللي البنك كان عايز يبيعها، لكن اجراءات البيع كانت دايما بتقف لما المشترين بيعرفوا اللي كان بيحصل في الشقة، لدرجة ان البنك نزل سعرها من 8 مليون ل 5 مليون عشان يقدر يبيعها، وبالعافية قدر يبيعها في مزاد في 2009 في المزاد الخامس بعد 4 مزادات فاشلة، واتباعت لرجل اعمال قال انه عايزها في مشروع تجاري وانه مش مهتم لوجود اشباح فيها من عدمه. وبكده تنتهي حكاية شقة الفنانة ذكرى. يا ريت لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، وطبعا هستنى رأيك في تعليق. ولو بتحب النوع ده من الموضوعات اعمل اشتراك او متابعة بسرعة، وميعادنا كل اثنين وخميس الساعة 10. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.